أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من سلسلتكم قرأت لك. هنعرف ملخصات لأشهر الكتب وأهمها في أقل من 10 دقايق. فتعالوا بينا نشوف الحلقة النهاردة. حلقتنا النهاردة عن كتاب العادات السبع للحياة الصحية لكاتب اسمه أندرو توتينو. هيعرفكم إزاي تعيش حياة صحية بصورة بسيطة وبأسلوب قصصي لطيف. تعالوا نبدأ قصتنا مع تامر ومنى. تامر شاب لطيف في بداية الثلاثينات، المهم إن هو بيعاني من السمنة المفرطة. حاول إن هو يخس بكذا طريقة وأصحابه قالوا له يخس، لكن هو ما كانش عارف يعمل إيه. أما منى فهي بتعاني من الرفع المفرط، أصحابها بيقولوا لها كل كتير عشان تتخني، لكن هي مهما كلت مش عارفة تعمل ده. فتعالوا نبدأ رحلتنا مع تامر ومنى اللي هيستمروا معانا لآخر رحلة النهاردة. يلا بينا. أول نقطة هنتكلم فيها هي ليه عايزين نغير عاداتنا الصحية. أول نقطة عايزين نعرفها إنه مهما كان شكلك فأنت جميل مهما الناس قالت عنك، لكن أنت بتغير العادات الصحية لأسباب تانية، وهي السمنة المفرطة والضغط المفرط بيعرضوك لأمراض كتيرة. فالسمنة المفرطة بتعرضك للسكر والضغط والكوليسترول، والرفع المفرط بيعرضك للأنيميا، وأوقات بتيجي من الديدان. فهو ده السبب اللي أنت عايز بيه تغير العادة الصحية بتاعتك. والمشكلة إن بعض الناس بينصحوك بالوصفات، تلاقيهم بيقولوا لك خد عرف ديك مغلي مع كبده خد يتيم وحاجات زي كده عشان انت تخس او تتخن، وده طبعا ما ينفعش لبعض الناس، وفي ناس اللي هينفع لك مش هينفع لغيرك. تعالوا نروح للنقطة التانية، وهي ان احنا ليه لازم نروح للعيادة. اول حاجة لان الناس اللي حواليك لما بتقولهم على التخن او الرفع بيفتوا وبيقولوا لك معلومات مغلوطة. فمثلا يقولوا لك على التخين ما تاكلش عشان تخس، ويقولوا للرفيع كل كتير عشان تتخن، وده طبعا مش هو السبب الأساسي أو الوحيد إن أنت بتتخن أو بترفع. تاني حاجة إن في بعض الناس في حالة التخن أو الرفع بيستخدموا بعض العادات الخاطئة لأنهم يخسوا أو يتخنوا، زي مثلا هم بياخدوا أدوية تمنع امتصاص الدهون، أو إن هم بيعملوا عادات غريبة، إن هو مثلا بيحطوا صباعهم في بقهم ويقوموا مرجعين الأكل اللي أكلوه عشان يخسوا، أو إن هم يجوعوا نفسهم بصورة مفرطة. وفي ناس تانية بتمنع السكريات خالص وما يعرفوش إن السكريات بتدي طاقة للجسم، فأنت كده بتمنع الطاقة عن الجسم، ومش هو ده اللي ممكن يكون السبب في علاجك. تعالوا نروح للنقطة التانية، وهي إيه المشاكل اللي يعالجها الطبيب. أول مشكلة ممكن يلاقيها الطبيب هو ارتفاع معدلات الحرق أو انخفاضها. ممكن يكون مشكلتك مش إن أنت بتاكل كتير أو بتاكل قليل، لكن مشكلتك إن أنت عندك الحرق بتاعك عالي أو الحرق بتاعك قليل، فالأكل اللي أنت بتاكله بيتحرق بسهولة، فبالتالي بقت تخس أو تتخن. تاني حاجة الهرمونات. في هرمون في جسمنا اسمه هرمون الغدة الدرقية اسمه ثايروكسين. المهم الهرمون ده بيزود معدلات الحرق أو يخفضها، فلو عندك مشكلة في الهرمونات ممكن يأثر على ده. كمان هرمون الذكورة والأنوثة لو اتلخبط ده برضه بيساعد على إن الجسم يزيد وزنه أو ينقص. أما تالت حاجة فهي الديدان. ممكن يكون عندك ديدان بتاكل أكلك فتلاقي إن أنت رفعت أكتر من اللازم. ورابع حاجة الشراهة. ممكن أنت نفسيتك مفتوحة على الأكل دايما، فهو ده يكون السبب في تخنك. طب احنا كده عرفنا ايه المشاكل اللي ممكن تسبب لك تخن او رفع وعشانها بتروح للعيادة. طب احنا عايزين نعرف حاجات تانية هقولها لكم دلوقتي. تعالوا نتكلم عن الحاجة التانية اللي معانا، وهي الكالوريز او السعرات الحرارية. القصة ان انت لما بتاكل اكل الجسم بياخد منه طاقة في صورة كالوريز او سعرات حرارية. مثلا نقول الجسم خد 3000 كالوري في اليوم ده مثلا. فقصة لو انت بتشتغل وظيفة فيها حركة كتير، زي مثلا احنا اتكلمنا عن منى. منى مدرسة بتدي درس هنا، بتروح الحوش الفلاني بتدي الحصة الفلانية، فبتحرق كالوريز كتير، ممكن تكون حرقت كل الكالوريز. فالجسم يعوض الحرق ده بان هو يحرق دهون من الجسم عشان يوفر طاقة، فده بيؤدي الى ان هي ارفع. تعالوا بقى نتكلم عن تامر اللي بيعاني من السمنة المفرطة. تامر بيشتغل شغلانة بسيطة، بيقعد على مكتب يكتب على الكمبيوتر، ما بيتحركش كتير، فالكالوريز اللي هو بياخدها ال 3000 كالوري اللي احنا قلناها ما بيشتغلش بيها كتير. فالجسم بيلاقي ان في كالوريز كتيرة يقوم مراكمها في الجسم في صورة دهون لأنها ما اتحرقتش. فعشان كده بقول لكم إن الحرق يعتمد برضه على الحركة الكتيرة، فبالتالي ده بيكون عامل من العوامل. كمان ممكن تكون بتاكل أكل فيه كالوريز كتير لكن مش مفيد للجسم، زي ان انت بتاكل فاست فود او حاجات فيها زيوت كتيره، فالاكل ده بيبقى فيه كالوريز وسعرات حراريه كتير لكن مش مفيد للجسم فيكون دهون. تعالوا بقى نشوف الدكتور هيعمل معاك ايه. اول حاجه الدكتور هيعرف سبب المشكله اللي عندك، هل هي هرمونات، هل هي شراهه، هل هي ديدان، هل هي معدل حرق. تاني حاجه ممكن يمشيك على علاج عشان يعالج المشكله المرضيه اساسا قبل ما هو يدخل معاك في نظام غذائي او كده. تاني حاجه هيعملها معاك ان هو هيقيس وزنك بميزان اسمه ان بادي.
الميزان ده مش بيقيس الدهون بس، ده بيقيس العضلات والمية وبيعرف كل تفصيلة في جسمك. أما تالت حاجة فهو هيديك نظام غذائي مناسب للحالة بتاعتك. عايز أقولها لكم إن أنت وأنت بتاخد النظام الغذائي منه لازم تقول له على البيئة أو شكل الأكل اللي أنت بتاكله عشان ما يديكش مثلا أخطبوط مكسيكي مع أكل يوناني. تعالوا بقى نقول الواجبات اللي أنت عليك تجاه الطبيب وتجاه النظام الغذائي اللي هو بيديهولك. أول حاجة لازم تعرف الطبيب بحالتك المادية عشان يعرف هل هيديك أكل غالي أو رخيص، الحالة المناسبة لحالتك أنت. تاني حاجة لازم تمارس رياضة. ممكن يكون عندك دهون في أماكن معينة زي الكرش مثلا أو كده، فالجسم يعرف منين إن أنت اللي عايز تخسسه هو الجزء ده بالذات، فالرياضة بتساعد في. رابع حاجة اشرب مية قبل كل وجبة لأن الجسم ما بيميزش ما بين إحساس العطش وإحساس الجوع. وخامس حاجة هو إن أنت تلتزم بالنظام الغذائي اللي مديهولك الدكتور. بعد ما تامر ومنى عملوا الأنظمة الغذائية والنظام ده رجعوا للوزن المثالي، وكمان نصحوا الآخرين إن هم يعملوا إيه. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وشكرا ليكم، وأشوفكم الحلقة الجاية.